السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي يوميات ووصفات أم البنات. ايش رايكم هذا الفيديو؟ بخير، مهنيين وفي صحة جيدة. اليوم راح نشارككم ان شاء الله وصفة البنيون، هذه الحلوة الجزائرية الرائعة جدا الباردة، يعني اللي ما تطيبش في الفرن، هي رائعة ومكوناتها أروع. ما تندموش ولا تباتوا الوصفة معايا للأخير، لأن مكوناتها راح يعجبوكم بزاف وراح تجربوها أكيد، لأنها اقتصادية 100%. لكن قبل ما نبداو في وصفنا نهار اليوم، ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله وجمل الفيديو والاشتراك اللي مازال ما اشتركش. هنا عندي كميات من القطايف يا البنات، يعني حيعطوها بنه وقرمشه خاصه جدا. نحمروها شويه ونفتتوها بيدينا برك هكذا. هنا عندي قفريط، هذا يعني الوص يعني الزايده فيها القطايف والقفريط حيعطوها بنه رائعه. هذوك شتو 3 ب10,000 يا البنات، درت 2 باكيات رحيتهم الفلاشواغ. وتاني باكي كاطو استعملت بيمو، يعني نحب بيمو لانه فيه هذيك الملوحه، هذيك حلاوه وملوحه خفيفه، يعني ذوق تاعو ولا اروع. كميه من الكاوكاو المحمص، واللي عندها مكسرات اكيد زيدوا المكسرات. اذا عندي قطايف، عندي قفريط، عندي بسكوي بيمو، وعندي الكاوكاو. ندير نص غرفة مارغرين ونخدمها كامل، نخلط النواشف مع بعضهم بهذاك المارغرين بس وشوية، ماشي بزاف لكن قليل فقط، لانه شويه عندي لي بسكوي هذوك شويه ناشفين كما راكم تشوفوا، يعني ما ماشي مبسس بزاف. هنايا البنات خلطتها جمعتها، يعني مزيج، درت ثلاث مكونات يعني رائعه جدا. هي معجون البرتقال، هذا معجون البرتقال وشوكولاته تارتيني، يعني شوكولاته طلي. نخلطوهم مع الخليط الناشف مليح. وهنايا البنات انا زدت قاعده نخلط، يعني قاعده كل ما نشوف بلي مازال ما تلمتش نزيد زدت الشوكولا هنايا وزدت المعجون فوق هذه الكميه زدت. ومن بعد مع الاخر لميت بالعسيله اللي هي صنع منزلي، ودوك نحط لكم في صندوق الوصف يا البنات وصفه عسيله منزليه تخرج ثقيله وبنينه كما اللي تتباع، رائعه جدا كما شفتوا، يعني مازالها في الكاسرونه. اذا هنا سر يا البنات بين قوسين، يا البنات ما الا عندكم عسيله ثقيله ولا بالك تسخنوها، لانها هذه حالها حال بجويه، ما تسخنش العسيله كلش بارد في بارد، المكونات تاعها كاع في بارد في بارد. كما شفتوا نبدا نكمل نلم نطم فيها بالعسيله. ولا يعني اللي عندك، ولا حبيتي تزيدي تستعملي غير الشوكولا، طميها غير بالشوكولا ولا بالمعجون. يعني انا درت هاد المزيج هذا شوكولا، شوكولا طلي مع مربى البرتقال وعسيله، خرجت يعني بنتها رهيبه والله، بنتها رائعه جدا. انا تاني كما شفتوا يعني خرجت لي كميه الله يبارك لا باس بها، يعني استعملت باكي غفريت واحد بيمو كما سبق وقلت، انا رحيته، وزوج باكيات غفريت هذوك 3 ب10,000، واحد كلاوه البنات وزوج رحيتهم. قطايف، كميه من القطايف هكذاك حسب الرغبه. حمرتها شويه، حمستها ورحيتها، يعني عطاتها قرمشه خاصه بزاف 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 بزاف. المهم يعني خرجت ولا اروع. انا ما استعملش حلوه الترك في البنيون يا البنات، لان المكونات كلها حلوه، يعني نزيد حلوه الترك تولي رهيبه في الحلاوه. هادو هما المكونات اللي درتهم انايا. وهنايا البنات في الاول شويه فسد لي شويه هذا الميزان، لكن في الاول بديت نوزن 40 غرام، لكن جاتني الحبه بزاف كبيره. تزيد طبقه تاع الكلاصاج الشوكولا يعني تولي عملاقه. إبا درت 32 حتى 33 غرام في كل كريه. جاتني سوا هذاك هو صغيره من المتوسط رايحه للصغير شويه. انا هكذاك يعني تاع قضمه قضمتين اللي فمها صغير 3 قضمات وهي رايحه. المهم 32 حتى 33 غرام خرجت لي 52 ولا 53 حبه، يعني كميه رائعه مليحه بزاف. اذا كملت كامل وزنتهم وكورتهم كما راكم تشوفوا، يعني شكلها بنين بزاف. حطيتها في الثلاجه يا البنات قبل ما نقلاصيها بالشوكولا، حطيتها بالثلاجه شدت روحها جمدت شويه باش بديت نقلاصي فيها ولا ندير لها شوكولا الطلي. انا استعملت دادا، شوكولا دادا ذوبتها بالحليب، ذوبتها في حمام مائي، من بعد زدت لها حوالي ملعقه كبيره زيت نباتي، وبديت ندير الشوكولا، يعني نطلي حبات البنيون ديالي في الشوكولا. وزينتها هذا التزيين البسيط شويه كرز،
يعني في خوي كونفي كيما هذاك الكرز درت كفتيته كرز، شويه ورق ذهبيه، واللي كاين حبات زينتهم بهذوك الازهار. المهم تزيين يبقى اختياري، والى الملتقى والسلام عليكم.